قبل ما أبدأ القصة وأحب أشكر جدا كل شخص بيدعمني سواء بلايك أو بكومنت جميل بيسيبهولي على الفيديو، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لأن ده أكبر دعم بتقدمهولي. أنا عايزك تتخيل معايا كده تكون قاعد عادي في بيتك، يومك ماشي بشكل طبيعي جدا لحد ما فجأة تليفونك يهتز. بصيت لقيت نوتيفيكيشن جايالك برسالة عادي وبتحصل كتير، بس الغريب إن الرقم ده مش متسجل عندك. فتحت الرسالة مفيش فيها أي كلام ولا أي حروف. الرسالة عبارة عن صورة واحدة، صورة شخص غريب لابس أسود ولابس على وشه حاجة أشبه بجمجمة كلب. ساعتها تحس بقشعريرة غريبة، مين ده ومين اللي بعت الصورة دي؟ فتقول أكيد حد بيهزر وتمسحها وتكمل يومك عادي جدا. بس للأسف الموضوع ما بيخلصش هنا، لأن دي بس كانت البداية. تاني يوم نفس الرقم يبعت لك رسالة تانية، لما تفتحها تلاقي نفس الكائن لابس نفس الملابس ونفس الجمجمة اللي على شكل كلب ونظرات باردة. بس المرة دي الخلفية تكون مختلفة، لأن الخلفية كانت باب بيتك. ده معناه إن الشخص ده واقف قدام بيتك دلوقتي. طب إزاي عرف عنوان البيت؟ ابتدت تقلق بس بتقول يمكن فوتوشوب، أو يمكن حد عارفني فبيحاول يهزر معايا أو يعمل مقلب. بس الإحساس اللي جواك كان بيقولك لأ، ده مش هزار. يعدي يومين وتليفونك يرن تاني، نفس الرقم. خلاص انت بقيت متوقع اللي هتشوفه. في اللحظة دي تقرر انك تمشي وتسيب البيت فورا وتهرب منه. بس وانت في العربية واقف في الإشارة قررت تفتح وتشوف الرسالة. الصورة كانت ليك وانت سايق، والكائن ده قاعد وراك في الكرسي اللي وراك في العربية مباشرة. قلبك بيدق بشدة، وبهدوء شديد نزلت الموبايل ولفيت راسك. القصة دي عن كائن SCP-1471، أو زي ما بيتقال عليه مالو إصدار 1.0.0. الغريب إن ده مش كائن خرافي، ده عبارة عن أبليكيشن موبايل، تطبيق حجمه 9 ميجا، بتلاقيه في بعض متاجر التطبيقات الأونلاين. بس مالوش اسم مطور، مفيش أي حد يعرف من اللي عمله. الأبليكيشن ده بيظهر لوحده في المتجر كأنه بيتخطى نظام الأمان كله، وأول ما بيتسطب على أي موبايل ما بيتلاقيش ليه أي أيقونة ولا اختصار. مفيش طريقة تفتحه أو تمسحه بيه، كأنه بيختفي في الجهاز. بعد 3 ل6 ساعات من تحميل التطبيق وتثبيته على الجهاز، الشخص اللي بيثبت البرنامج ده بيبتدي يستلم صور غريبة. كل الصور فيها نفس الكائن، مخلوق بشري ضخم بوش كلب ميت وشعره طويل واسود. في أول 24 ساعة الصور بتكون في أماكن ملهاش معنى، يعني أماكن غريبة عليك وانت ما تعرفهاش ولا عمرك رحتها قبل كده. بس بعد كده الصور بتبدأ تتغير وبتكون في أماكن الشخص راحها فعلا، زي سوبر ماركت، مدرسة، وحتى مكان الشغل. وبعد يومين الصور بتكون في أماكن الشخص كان فيها من شوية، يعني مثلا لو كنت في مطعم وأخدت أكل تيكاواي بتلاقي صورة فيها نفس الكائن واقف قدام المطعم كأنه بيراقبك. وبعد 3 أيام الكوارث بتبدأ، لأن الصور نفسها بتاخد طابع مرعب. الشخص بيبتدي يستلم صور ليه في نفس التوقيت بالظبط، يعني حاجة تكون لسه بتعملها تلاقي نفسك بتتصور. يعني مثلا تكون قاعد على الكنبة في البيت توصل صورة ليك وانت قاعد في نفس الوضع، بس الكائن واقف وراك. تبص وراك مفيش حاجة. وبعد 90 ساعة بتبطل الصور توصل، بس بتبدأ تشوف الكائن ده بعينك، يعني بتلمحه كده معدي في المراية وفي الإزاز، وبيظهر كأنه عايش معاك. واللي بيوصل للمرحلة دي بيكون خلاص مفيش رجوع. ومن إحدى القصص اللي اتسجلت قصة شاب كان عنده 15 سنة. أخته سارة ورت له الابليكيشن وقالت له شوف ده ابليكيشن ممتع، بيقول إنك مش هتحس بالوحدة تاني أبدا. نزل الابليكيشن على الموبايل وثبته وبدأ يستلم الصور. أول صورة كانت في فناء مدرسته، والكائن قاعد على دكة بعيدة، عينه بيضة وفاضية تماما ومخالبه أشبه بالسكاكين. بدأ يخاف، بس أخته قالت له ده شكله لطيف، وحسوا إنها دعابة أو مقلب. وبعد كده الصور بقت في كل مكان بيروحوا، المدرسة
موقف الأتوبيس وفي الشارع، وكل مرة الكائن بيظهر أقرب من المرة اللي قبلها. حاولوا يمسحوا البرنامج، بس للأسف البرنامج ملهوش أي أيقونة معينة علشان تتمسح منها. زي ما قلت، بمجرد ما بيتسطب بيختفي من على الموبايل. وفي الآخر بدأ يشوفه في المراية بتاعت البيت، وبدأ يغطي كل المرايات بستاير. وسارة أخته بدأت تشوفه في كل مكان. من وقتها بدأ يتعود عليه، وأوقات بيحس إنه بيواسيه، لكن أخته عقلها انهار وما قدرش تتحمل إنها تشوف الكائن ده طول الوقت. والكارثة إن لو عدى 90 ساعة بعد تثبيت الابليكيشن ولو ما لقيتش أي علاج للكائن ده، خلاص الكائن ده هيبقى جزء من حياتك. لحد دلوقتي الكائن ما هاجمش أي حد، ومفيش أدلة إنه بيأذي الناس جسديا، بس بيأثر على عقولهم. منظمة SCP عملت حاجة إن أي موبايل بيلاقوا عليه التطبيق ده بيتصادر وبيتقفل وبيتخزن في مكان معين في المنظمة، وكل متاجر التطبيقات بقت تحت الرقابة. وأي حد بيحمل التطبيق ده لو عن طريق الصدفة حتى جهازه بيتصاب بفيروس من المؤسسة، بيوقف التطبيق فورا لحد ما يوصلوا له. وكل ده علشان يحموا الناس من الابليكيشن اللي شكله من بره بريء، لكن في حقيقته هو مرعب.